تحت شعاع الشمس الحارقة. كانت هناك فتاة فاقدة للوعي ممددة على الرمال، مر بها فارسان من القبيلة، هما زعيم القبيلة والآخر خادمه المخلص. ما إن رآها الزعيم حتى أسرع بحملها وانطلق بها إلى القبيلة، غير مدرك أن هذه الفتاة تحمل سرا سيغير مصير الجميع. عندما وصلوا إلى القبيلة، أمر الزعيم بإحضار الحكيم لعلاج الفتاة، وبعد فحصها صدمت الحكيمة عندما اكتشفت أنها قد تجرعت السم، لكنها نجت بعجوبة. أعدت لها الأعشاب المناسبة وظلت إلى جوارها حتى استعادت وعيها. اقتربت الحكيمة منها برفق وسألتها: ما قصتك يا ابنتي؟ ماذا حدث لك؟ لكن الفتاة لم تنطق بحرف، وانهمرت دموعها بصمت. احتضنتها الحكيمة بحنان وهمست: تكلمي يا صغيرتي، أخبريني ما جرى. ورغم توسلاتها بقيت الفتاة غارقة في صمتها عدة أيام، تستعيد صحتها شيئا فشيئا، لكن الغريب أنها لم تنطق بحرف واحد. كانت تكتفي بهز رأسها أو الإشارة بيدها. ظن الجميع أنها ما زالت متعبة، لكن مع مرور الأيام تأكدوا بأنها خرساء لا تستطيع الكلام. قرر الزعيم استضافتها في منزل والدته العجوز. كانت المرأة العجوز طيبة القلب، تربي حفيديها بعد وفاة زوجة الزعيم منذ سنوات. رقت لحال الفتاة، خاصة بعدما علمت أنها لا تستطيع النطق، وحرصت على توفير كل ما تحتاجه. وفي يوم من الأيام، بعدما انتهت الفتاة من تناول العشاء، لاحظت العجوز أنها تجمع كسرات الخبز والطعام بحرص، ثم تدخل إلى غرفتها وهي تنظر حولها بحذر. تكرر هذا الأمر عدة مرات فأثار فضول العجوز، لكنها سرعان ما طمأنت نفسها قائلة: ربما تشعر بالخجل من الأكل أمامي وتفضل إكمال طعامها وحدها. حل الليل ونام الجميع، لكن العجوز استيقظت فجأة تشعر بالعطش، وعندما نظرت إلى فراش الفتاة وجدته فارغا. انتابها الفزع، فأسرعت لإيقاظ زعيم القبيلة الذي امتطى فرسه، وبدأ البحث عنها في أنحاء القبيلة ولم يجد لها أثرا. ولما عاد سأل أمه العجوز وقال لها: هل عادت؟ قالت: لا. فنظر إلى غرفتها فرآها نائمة وكأنها لم تخرج من غرفتها. اندهشت العجوز وكأنها رأت شبحا. قال الزعيم: يا أمي، هذه تهيؤات، والفتاة لم تتحرك من غرفتها. وفي اليوم التالي استعدت القبيلة لاستقبال ضيف مهم. وقفت الفتيات في المطبخ يجهزن الطعام، ومعهم الفتاة والمرأة العجوز. وبينما كانت الفتاة تقدم الطعام مع باقي الفتيات، وقع بصرها على الضيف. تجمدت في مكانها وكأنها رأت شبحا عاد من الماضي، ثم فجأة التقت عيناه بعيني الفتاة. تسارعت أنفاسه وشعر بصدمة، ثم انتفض واقفا كمن لسعته النار، ثم استأذن واندفع خارج المكان. تطاف فرسه بجنون وانطلق به كالسهم، تاركا خلفه دهشة لم تجد تفسيرا.